وصفة مشوك العجين ولا لوفو مشوك، وصفة جزائرية كنت طلبتوها لي في التعليقات واليوم جبتها لكم. راني نقرا كامل التعليقات تاعكم وان شاء الله كل يوم نلبي طلب من طلباتكم وندير لكم كل مرة وصفة يجي خفيف وبنين وريحته عباقة. ريحة القارص راهي دايرة حالة في البيت. جميع المقادير موجودة أسفل الفيديو. في إناء حطيت فيه الزبدة والفانيلا والسكر العادي، إذا كان السكر العادي تاعكم خشين رحيوه قبل الاستعمال. ضفت لهم العسل وخلطهم بالباتور. بعدها نبدا نضيف صفار البيض، صفار مور صفار، كل مرة نخلط. بعدها نضيف بودرة اللوز ونخلط، قرصة الملح ومبشور الليمون وعصير الليمون يكون مصفي، أخذت منه ملعقة كبيرة فقط. خلطتهم وهنا عندي الفارينة وملعقة خميرة كيميائية تكون صغيرة. غربلت الفارينة ودخلتها في هذيك العجينة حتى نتحصل على عجينة تكون طرية جدا تتلاصق. تحطوها في الفريجيدر 30 دقيقة تحصلوا على هذا القوام. وزنت العجينة 30 غرام وبديت نشكل المشوك تاعي بهذه الطريقة. نحطه في البياض، البيض يكون مخفوق، ثم اللوز ونحطه يطيب في الكيسات. نحط له حبة تاع لا سوريز. هنا عندي العسل، ضفت له ملعقة ولا 2 ملاعق تاع القارص وخلطته. بعد ما طاب لي المشوك وهو سخون نسقيه بهذيك العسيلة وشهية طيبة.